بسم الله الرحمن الرحيم. اخوتنا المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم، وهذه نشرتنا الأخيرة لهذه الليلة. في هذه النشرة، قوات الأمن تتمكن من رصد أحد المشتبه بهم في منطقة المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، ونتج عن ذلك مقتل. استشهاد فلسطينيين 2 وجرح 16 في أول هجوم من نوعه منذ 6 أشهر يستهدف حاجزا إسرائيليا قرب القدس. القوات الأمريكية في العراق تستعد لشن هجوم واسع النطاق على ميليشيا مقتدى الصدر في النجف. الولايات المتحدة تقدم معلومات هامة لمحكمة ألمانية من شأنها تبرئة المدان الوحيد في العالم بتهمة التورط في اعتداءات 11 من سبتمبر. تفاصيل النشرة. صرح مصدر مسؤول في وزارة